ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عاملين فطار حلو جدا جدا هيعجبكم. انا بعمل لكم الوجبات دي وخدوا افكار منها واعملوها في البيت على قد عدد افراد الاسره بتاعتكم. اول حاجه كده تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول ونبدا الفيديو. هنا جبت حله حطيت فيها ميه زي ما انتم شايفين، ونزلت باللحمه بتاعتي. طبعا انا هنا النهارده برضو مضاعفه كميه الوجبات عشان اعوض الايام اللي انا ما كنتش بعمل فيها. اول ما اللحمه غليت كده وطلعت ريم شلت الريم بتاعها على طول، وبعد كده نحط لها البوكيه جارنيه بتاعها. انزلي بقى كده من اول الفيديو حطي لايك حلو كده وكمان كومنت يشجعني. خلاص كده زي ما انتم شايفين شلنا كل الريم اللي طلع من اللحمه، وهبتدي بقى احط لها طماطم، ورق لورا، حبهان، فلفل اسود، لو عندك جزر حطي، عندك كرفس حطي، اللي موجود عندك حطيه. بينكه الشوربه قوي قوي وبيخلي ريحتها حلوه جدا جدا. هنا بقى كام طماطمايه كده برضو عشان عندي كميه اللحمه ما شاء الله كبيره، فاخلص الحاجات. على فكره حجم الحله قدامكم تحس ان هو مش كبير قوي، بس هي ما شاء الله ما شاء الله حجمها كبير جدا، يعني شايله كميه لحمه محترمه. خلصت كده كل الحاجات اللي احنا هنحطها للشوربه، وهحط لها كمان معلقه صغيره من السكر بتساعد على التسويه بسرعه، وكمان بتديني تسكيره حلوه قوي قوي في الشوربه بتاعتي. ما حطيتش ملح خالص، دلوقتي بعد ما بتستوي بحط الملح. هبتدي بقى اقلبها واخليها تغلي كده غلوتين على نار عاليه، وبعد كده هدي النار عليها. بعد كده جبت حله تانية على النار حطيت فيها ميه، وكنت غاسله اللوبيا. دي اللوبيا اللي هي معين سودا، كنت غسلاها كويس جدا جدا. دول حوالي 4 كيلو من اللوبيا، وبدات ان انا انزل بيهم في الحله دي. هسيبهم بقى يستووا. برضو الحلة دي كبيرة جدا واخدة الكمية ما شاء الله كلها. جبت حلة تانية قطعت فيها حوالي كيلو ونص من البصل، وهنزل عليها بمعلقة سمنة كبيرة كده محترمة، وبعد كده حبة زيت صغيرين. وهبتدي بقى اعمل هنا في الحله دي اعمل تسبيكه مره واحده واقسمها بعد كده على حلتين. بعمل ليه في حله واحده عشان بس مكان البوتاجاز، عشان ما اقفش يبقى اشتغل على العيون كلها بتاعه البوتاجاز. حطيت السمنه والبصل زي ما انتم شايفين، وافضل بقى اشوح فيهم، عايزاه مش عايزاهم ياخدوا لون، عايزاهم لونهم يبقى يا دوبك كده هيخش على الذهبي. اروح نازله بقى بحبه توم كده كويسين. اللوبيا بتحب التوم، فنزلت كده بايه حوالي معلقتين كبار مليانين، وهقلبهم كويس كده مع البصلايه برضو ياخدوا لون وريحه التوم دي تطلع. وبعد كده محضره الطماطم اللي انا كنت مسبكاها قبل كده، هبتدي انزل بيها، وهنزل بشفشق كمان لان دي طلعت قليله، هنزل بشفشق كمان من الطماطم. خلاص كده هبتدي بقى ان انا هعمل ايه، احط لها معلقه سكر صغيره عشان حموضه الطماطم واسيبها تتسبك مع نفسها. هنا كنت عامله البسبوسه، ما رضيتش اعملها لكم من اولها عشان عملتها معاكم كذا مره ما يبقاش الفيديو طويل زياده عن اللازم. هنا سقيتها بقى كده بالعسل، النهارده ما كرملتش السكر بتاعها. ما شاء الله بقى كنت حاطه لهم كده حبه سوداني من فوق الوش، يعني قلت ادلعهم كده. سقيت البسبوسه وسبتها تبرد عشان بعد كده اعبيها في الاطباق بتاعتها. هنا هجيب حله تانية ونعمل صنف تاني معانا النهارده. هنعمل شوربه لسان العصفور. هنحط برضو سمنه على زيت، وبعد كده نشوح لسان العصفور كويس جدا جدا لغايه ما تاخد اللون الجلد، وهتشوفوه دلوقتي. برضو بشكر كل الناس اللي ساعدتني في عمل الوجبات بتاعت السنة دي، وليها الفضل ان الوجبات دي تتعمل السنة دي. بشكرهم جدا جدا، واللي حابب يشارك معانا يتواصل معايا، وانا هسيب له رقم ان شاء الله في اول تعليق مثبت ان هو يتواصل معانا ونزود الوجبات ان شاء الله. عملت هنا الشوربة زي ما انتم شايفين، حمرت لسان العصفور، وبعد كده شوحتها كويس جدا كده، وبعد كده اجيب الشوربه بتاعتي وانزل بيها على طول. حطيت لها معلقه صغيره من المرقه الفوريه اللي عندي. بصوا ما شاء الله الشوربه عامله ازاي، تحفه. شوربه اللحمه بتبقى تحفه، جربوها بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي تعجبكم جدا. حطيت بقى الفلفل الاسود والملح بتاعها، وهتغلي غلوه واحده واطفي عليها. عايزه اقول لكم ان ساعات الموبايل بيصور كده لوحده مش عارفه ازاي، بس هخلي بالي يعني من بعد كده من الحاجات دي. خلاص كده هتغلي غلوه واحده واشيلها من على النار على طول. هنا بقى جبت حلتين، دول ما شاء الله حلتين كبار جدا. هنعمل بقى فيهم اللوبيا. هبتدي اقسم التسبيكه اللي انا عملتها على الحلتين دول، طبعا كل واحده على حسب حجمها، هي الحلتين دي في واحده اكبر من واحده. قسمت كده التسبيكه زي ما انتم شايفين، وبعد كده هولع عليها النار تاني، وابتدي اجيب اللوبيا بتاعتي وانزل بيها على طول. بصوا ما شاء الله كمية اللوبيا قد ايه كتيرة جدا، دول ما شاء الله 4 كيلو من اللوبيا. بدأت بقى ان انا كده احط اللوبيا، وبعد كده بقى هزود العقد بتاعها واظبط كده العقد بتاعها خالص. بصوا ما شاء الله كده حلو جدا، ولونها حلو قوي قوي. هبتدي بقى احط لها رشة من الفلفل الاسود ورشة من الملح، وخلاص على كده يبقى خلصنا اللوبيا تغلي غلوتين، وبرده اطفي عليها، وبعد كده نخش على الحاجة اللي بعدها.
حطيت كده كمان معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، بتطعم لي بس التسبيكة كده وتخلي طعمها حلو. خلصت كده كل الحاجات اللي انا هحطها وظبطت الملح. هتغلي غلوة واحدة زي ما قلت لكم، وبرده هرفعها من على النار ونكمل بقية وصفاتنا النهاردة. لو بتتفرجي على الفيديو لغايه دلوقتي ولسه ما عملتيش لايك، اتمنى ان انت تعملي لي لايك وتدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس لو انت جديده في القناه، وكمان تكتبي كومنت يشجعني. هنا بقى جبت حله كبيره، هنعمل بقى الرز. هنعمل طبعا حلتين كبار كده ما شاء الله من الرز. حطيت زيت على سمنه، وهبتدي ان انا اجيب الشعريه بتاعتي وانزل بيها. تمام كده، هشوح بقى الشعريه واحمرها اديها اللون اللي هو الجولد ده. وبعد كده نشوف هنعمل فيها ايه تاني. زي ما قلت لكم يا بنات، اللي عايز يشارك معانا في الوجبات دي هسيب لكم رقم في اول تعليق مثبت ان شاء الله، تتواصلوا معايا عليه وان شاء الله نزود وجبات كمان للصايمين. خلاص كده شوحت الشعريه واديتها اللون الجولد ده، وبدات بقى ان انا نزلت عليها بالرز وهفضل اشوح فيه كده لغايه ما يعمل صوت طشطشه معايا. وبعد كده حطيت الملح كمان وانا بشوح كده على طول. يطلع بقى معاكي حبة رز كده مفلفلين وجمال جدا. جبت بقى مية، وبعد كده هبتدي ان انا انزل اللهم صل على النبي. انزل بالمية على الرز على طول واظبط العقد بتاع الرز. خلاص كده دي اول حلة معانا. تعالوا بقى نشوف الحلة التانية برضو عملنا فيها ايه، عشان تبقوا عارفين برضو كل حاجة. دي بقى الحلة التانية، برضو حطيت الشعرية والرز وبعد كده الملح وشوحت. وبعد كده هنزل على طول بالمية. يبقى انا عملت الرز مع بعضه واللوبيا مع بعضها وكل الاكل ما شاء الله بينزل سخن. خلصنا كده. تعالوا بقى نحضر الوجبات مع بعض. هنا بقى كانت ماما بتعبي الشوربة خلاص. هنا دي اول حاجة بنعبيها، وبعد كده نعبي بقية الاكل على طول. اتمنى بقى دعوة كده حلوة منك، وتدعوا لي كده دعوة حلوة. وكمان اللي عايز يشارك زي ما قلت لكم هسيب لكم رقم في اول تعليق مثبت ان شاء الله في الفيديو. اللي عايز يشارك يتواصل معايا فيه ونجهز وجبات اكتر ان شاء الله للصايمين. هنا خلصنا الشوربة، بدأنا بقى ان احنا نعبي اللوبيا زي ما انتم شايفين برضو. وبعد كده بحط بقى قطع اللحمة، علشان يعني كل واحد بيعمل حاجة عشان مفيش حاجة تتلخبط ولا نبقى متسربعين، عشان حاجة تنزل كده كلها مع بعضها سخنة. هنا خلصت كده، ماما بتديني اللي تعبيه وبحط اللحمة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقفل العلب وبحطها مع الناحية التانية عشان كل الحاجة تنزل مع بعضها. هنا برضو الرز كنا بنعبيه زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. يعني الوجبة بتنزل للفرد، بتنزل طبق من الرز، علبة من الخضار، وكمان الحلو بطبق بسبوسة وعلبة شوربة. دي وجبة لكل فرد. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولوا رايكم في الكومنتات. ولو انت جديده في القناه ولسه ما اشتركتيش، يا ريت تنزلي تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. بصوا بقى ان شاء الله بقى شكل الوجبات بيفرح ازاي بعد ما بتخلص كلها. بعد كده بقى بعبيها كلها في زبده كده وبنزل اوزعها على طول. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يجعله في ميزان حسنات كل اللي شارك فيه.